السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أم طفلة اللي تعرضت للاغتصاب، اللي في العمر ديالها 3 سنوات، اللي تعرضت للاغتصاب بمدينة أكادير بمدرسة خاصة. أنا اليوم قررت ندير هذا الفيديو على قبل باش نعطيكم الحيثيات والمستجدات ديال القضية ديال بنتي وفين وصلت. أولا نهار 28 في شهر 9 مع 6:30 ديال العشيه، اول نهار من بعد العطله ديال العيد، جاتني بنتي من المدرسه مع 6:30. جابها لي الترونسبور، خرجت ناخذها كما العاده. كنشوف بلي البنت ديالي ما لابساش الطابليه، مشات بالطابليه ديالها ورجعت بلا طابليه. سولت المرافقه ديالها، قلت لها الطابليه ديال بنتي، قالت لي راه ما كايناش، يقدر بقات في المدرسه. صافي قلت ما كاين باس، بغيت نهز البنت ديالي. اللحظه فاش هزيتها مسيت ليها لتحت ديالها كتبكي، ماما راه فيا حاحه. دخلت البنت للدار، قلبتها، حيت لها حوايجها، قلبتها، لقيت البنت مكرفصه ما فيها ما يتشاف. البنت حالتها حاله الدم ما فيها ما يتلبق. عيطت، تلفت، ما عرفت باش تبليت. عيطت على راجلي، شفنا داك الشيء. صافي في ديك اللحظه ما عرفنا ما نديرو، ضاقت بينا الدنيا، ولينا مقابلين غير البنت تبكي، ما عرفنا فين نمشيو ولا فين نجيو. الغد لي في الصباح هزينا البنت، مشينا للمدرسه ديريكت على الصباح. مشينا للمدرسه، قلنا لهم المشكل ها كاين وكاين البنت راه ها شنو كتقولوا، ها شنو كيفاش لقينا الحاله ديالها. قال لك ما عندنا ما نقول لكم حنايا، سيروا حتى العشيه واجا هضروا مع مولات المدرسه. هزينا البنت ديالنا ديناها للسبيطار، شافها الطبيب، قال لك خصكم تدوها عند اختصاصي ديال الاطفال. ما اختصاصي ديال الاطفال هو اللي عارف كيفاش يتعامل معها. دينا البنت لعند الطبيب ديال الاطفال، قلبها، شافها، لقاها بان الغشاء ديال البكره ديالها ما كاينش، وعطانا شهاده طبيه تثبت الهضره اللي تنقولوا، اللي هي هذه الشهاده الطبيه ديال الطبيب اختصاصي ديال الاطفال. ها هي الدكتور موحد الخضر، اختصاصي في امراض الاطفال. ومن بعد هاد الشهاده الطبيه اللي دلالينا بها الدكتور ديال الاطفال، درنا شكايه للوكيل العام ديال الملك بمحكمه الاستئناف اللي هي هذه. وبناء على هاد الشكايه اللي درنا، صيفطنا الوكيل العام للملك بمحكمه الاستئناف باكادير للضابطه القضائيه ديال البلاصه اللي حنايا تابعين ليها. بعد ملي مشينا من بعد ملي مشينا عند الضابطه القضائيه وداروا محضر مع راجلي وهضروا مع البنت ديالي، قالوا لنا سيروا خصكم لابد هاد الشهاده الطبيه اللي عطاكم الدكتور ديال الاطفال، لابد انكم تزيدوا عليها شهاده طبيه ديال اختصاصي امراض النساء في التوليد. مشينا عند اختصاصي، هزينا البنت ديناها عند اي اختصاصي ديال التوليد، كنمشيو عنده وندخلوا ليه البنت، غير تعرف الحاله ديالها كيفاش دايره والمشكل اللي وقع، ما تيبغيش يدخل البنت اولا يشوفها، تيردونا في الباب. وحنايا قلنا بلاتي نمشيو نشوفوا شي واحد اخر ونعاودوا ندخلوا عنده وما نعاودوش ليه بمشكل كيفاش اشنو كاين، اشنو عند البنت. مشينا عند واحد الطبيب اللي سميتو الدكتور ايطرح عدي. دخلنا لعندهم، لقينا، دخلنا عند الطبيبه فعلا شافت البنت. دخلنا لقينا غير رومبلاسون ديال الدكتور، رومبلاسون ديالو هو خارج كونجي، وكاينه غير وحده بلاصتو. دخلنا، شافت البنت، قلباتها، كتبت لنا شهاده طبيه اللي هي هذه، كتبتها لينا الرومبلاسون ديال الدكتور ايطرح عدي. ولكن في الاخير ملي بغات تعطيها لينا ما كاشطهاش لينا، قالت لك انا ما عنديش الحق نكاشيها لكم حتى يجي الدكتور يكاشيها لكم. من بعد يومين رجعنا لعند الدكتور باش نكاشيوها، لحسن الحظ انني انا درت ليها فوتوكوبي لهاد الشهاده الطبيه. اللحظه فاش مشيت عنده باش يكاشيها ليا، قطعها قدامي وقال لي مادام انا ما عنديش، ما نقدرش نعطيك ما غاديش نكاشي لك هاد الشهاده الطبيه، ونخلي الخدمه ديالي ونخلي لاكابين ديالي اللي النهار اللي كنصور فيها النهار ديالي ونطلع ونهبط في المحاكم. واش عباد الله اي دكتور كتمشي، لاش هما الطباء باش يعطونا، باش حنا مشينا عنده كنطالبوه غير يعطينا شهاده طبيه يكتب لنا فيها غير داكشي اللي شاف، ما كنطالبوش حنايا بشي حاجه اللي ما كايناش. واش عباد الله فين غادي ندو هاد الاولاد؟ المدرسه ما تنامنوش عليهم فيها، يمشيو يتغتصبوا، نخلصوا عليهم باش يتغتصبوا، ونمشيو لعند الطبيب وما يبغيش يعطيك شهاده طبيه، وتمشي للكوميساريه وما تاخذ حقك، وتمشي للمحكمه وما تاخذ حقك. فين غادي نمشيو عباد الله؟ قولوا لي فين غادي نمشيو؟ واش هذا المغرب هذا فيه غير اللي عنده الفلوس يعيش واللي ما عندوش يعيش؟
ومن بعد هذا الشيء رجعنا للكوميساريه، قلنا لهم اودي راه هذا الطبيب هذا راه ما باش يكاشي علينا. ورئيس الضابطه القضائيه ديال تيكيوين الله يجازيه بخير من هذا المنبر كنشكرو، مشينا لعندو عطانا وعاودت ليه المشكل بانه ما بغاوش يكاشوا ليا الشهاده الطبيه، وعطاني ودار طلب للوكيل العام بمحكمه الاستئناف باش دار الطلب باش دار الخبره الطبيه على البنت ديالي. وفعلا تعطاتنا موافقه ومشينا لعند الطبيب برفقه ضابط من الشرطه من فرقه الضابطه القضائيه، ومشينا عند الطبيب وعطانا دوز ليها وعطانا شهاده طبيه هي هذه ديال السبيطار حسن الثاني. الدكتور قيجي هو اللي عطانا الشهاده الطبيه بامر من الوكيل العام المالك بمحكمه الاستئناف، ومن عطانا شهاده طبيه اللي هي هذه كما كتشوفوا. ومن بعد هذا الشيء جاني اتصال من جمعيه اللي سميتها جمعيه نحمي شرف ولدي، اللي رئيسه ديالتها السعديه انجار باكادير، جات عندنا وقالت لنا باللي غادي تاجرنا في هذه القضيه ديال البنت. وفعلا حنا درنا طلب مؤازره وجيليزيناه وعطيناه للسيده وجات هي وولدها. وهذه الجمعيه كتكون من الاب من الام والولد ديالها السعديه انجار وولدها محمد، هما اللي كاينين في هذه الجمعيه بوحدهم. جاو عندنا وصوروا فيديو ولاحوه في اليوتيوب وشافوه الناس وصورونا في دوزيم ودزنا في وانيس راديو. راه اي واحد غادي يدخل يدير غير هاد السميات غادي يلقى هاد الشيء الصحه ديال الكلام اللي تنقول. وهاد الجمعيه فعلا جاو عندنا ماشي ما جاوش، ولكن ازرونا غير من باب الاعلام، ما ازروناش بمواكبه نفسيه للبنت او لا بمحامي في القضيه او لا شي حاجه اللي كتعلق بالقضيه نهائيا. هذه الجمعيه ما دارت حتى شي دور من غير انها الاعلام. ودابا هاد الناس سدوا علينا التليفون ما بقاوش كيجاوبونا، ما بقاوش كيهضروا معنا وما عرفناهم حنا واش شادين فلوس ولا اش دايرين. المهم تخلات علينا هذه الجمعيه. ودابا هذه الجمعيه حنا اي جمعيه كنمشيو ليها كندقوا بابها باش تازرنا في هذه القضيه كيقول لك جمعيه نحمي شرف ولدي مازراكم، حنا ما يمكنش لينا ندخلوا في هذه القضيه. واش هذه الجمعيه ما مازرانيش وما مخلياش اللي ازرني وما عندي محامي ما عندي شي باش ندي بنتي لعند الطبيب النفساني؟ فين غادي نمشي؟ يقولوا لي يا عباد الله انا بغيت الراي العام يتدخل في هذه القضيه ديال بنتي، وبغيت سيدنا بغيت الملك الله ينصرو محمد السادس يتدخل ليا في القضيه ديال بنتي. راه حنا ناس غير على قد الحال وما عندناش وما قدرناش ما عرفنا فين نمشيو فين نجو. واش عباد الله هذا راه منكر. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس. الله يجازيكم بخير، ساعدوني وازروني في هاد القضيه وفي هاد المحنه اللي تنعيش فيها. راني مريضه في حياتي، راني مرضني هاد المشكل، لا انا لا الزوج ديالي لا البنت ديالي. راه مجرد انني كنشوف بنتي مريضه قدامي وما قادراش تجلس على التحت ديالها، ومجرد انني نشوف بنتي باغيه تمشي للمدرسه وكتفكر في داك المشكل وما بقاتش قادره تمشي، راني دمرت في حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. المغاربه ردوا البال لولادكم وحسبوا بنتي راها بنتكم وساندوني في هذا المشكل. الله يجازيكم بخير، ساندوني. اللي يقدر يساندني باي حاجه، جمعيه تدخل او لا شي حد يدير ليا محامي ولا يساعدني باي حاجه بسيطه ولا شي قليله ولا كثيره اللي يساعدني، يساعدني. واللي ما عندوش واللي ما قادرش يساعدني يدعي معايا ربي يسهل ليا ويفك ليا هذا المشكل اللي مرضني في حياتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.